الدرس اللي انا قلت لك عليه قبل كده ان الايام بتطير، واحيانا انت بترجو في الصعاب وفي المواقف اللي انت بتبقى مضطرب فيها نفسيا ومتضايق ومخنوق انك تغمض عينيك وتفتحها تلاقي الوقت عدى والسنه عدت. فالازمه ان السنه هتعدي، بس الازمه هي تعدي ازاي؟ لان كده كده هتعدي. لعبه لما تعدي انت هتبقى فين؟ وهنا انا عايز افهمك حاجه مهمه جدا عشان ما يحصلش ازدواجيه في شخصيتك. ازاي يا استاذنا احنا دايما طول الوقت بنتكلم على الوصول للقمم، وفي نفس الوقت بنحكي قصص الصحابه ونمتثل بيهم ونقتدي بيهم وكانوا زهاد في هذه الحياه. ازاي؟ مش ده ضد ده خالص، مش ضد ده ولا حاجه، وانما انت مطلوب منك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حديث بيلخص الحياه: خيركم من رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. خيركم ده اسم طبعا. مين افضل حد؟ مش اللي رزق كفافا. كمل الحديث. استغرق في الجزء الثاني وقنعه، يبقى قنوع. فاحنا هنا عايشين في الحياه عشان نحقق في الاخر ان ربنا يبقى راضي عنك، تمام، بس المهم وانت عايش تحقق الايه؟ الرضا والقناعه. دخلت كليه اللي بتسمى كليات عاديه، ما هي مش حاجه اسمها كليات عاديه، خلاص؟ دخلت ايا كان الكليه اللي هتخشها ايه؟ قدرت تخش الكليه، جبت المجموع، دخلت الكليه وانت قلبك محقق الرضا، انت فلحت. دعك من اراء الناس وسيبك من راي مستر محمد صلاح ومستر فلان. انت دخلت كليه وعندك الحمد لله، الحمد لله برضا، انت فلحت ايا كانت الكليه ايه. انت فلحت كانسان، لان هدفنا في الحياه ان انت تبقى صالح ايه؟ صالح مصلح. صالح مصلح دي مش مرتبطه بكليه، مش مرتبطه بشغلانه، مش مرتبطه مكان لازم تسكن فيه، وكليه لازم تخشها، وزوجه وحيده لازم تتزوجها، وزوج وحيد لازم تتجوزيه، خالص مش مرتبطه باي حاجه من دي. خلاص يا جماعه؟ تمام؟ ولكن احنا ما نخشى منه، او انا ما اخشى منه، ان غالبا احنا قلبنا مش بيستحمل ان احنا يبقى عندنا طموح لحته معينه وما وصلوش، فاقول مش مهم، انا كده كده اصلا ما بذلتش القدر الكافي، فانا مبسوط وراضي ومحقق. بالعكس، اللي هيحصل ايه؟ حد سين سين حاطط طموح في كليه ما، دخل كليه ثانيه هو مش طايقها، ما بيحبهاش، انا مش عايز، انا مش عايز، انا عايز. لما دخل دي اولا ما حققش الرضا، هو مش راضي، حلينا المشكله خلصت، فتحنا سين من الكوارث. رقم 2 هيحسد غصب عنه، وهيحقد غصب عنه، مش بايده. ليه بقى؟ ما هو مش بس مش راضي، هيشوف حد رايح، هي ده، ما هو ده انا اولى. على الاقل لو ما قالش انا اولى هيقول اشمعنى، ولو ما قالش اشمعنى هيقول ايه؟ انا اتظلمت. ويبتدي يتهم الحياه لا مخلوق والدنيا لا مخلوق بان الحياه ظالمه، وان الحياه مش عادله، وان هو مش واخد حقه، وان هي المساله مساله حظ، واي حاجه بقى، وهي كل حاجه كوسه، وانا هفضل كده مظلوم لحد امتى؟ ويصف الحياه. هي يعني ايه الحياه ظالمه؟ هو يعني ايه حياه يا جماعه؟ هو انت في حاجه بتحصل باقدار في موازين الدنيا من رزق واقدار الا بمشيئه الله؟ امال يعني ايه؟ طب ما معنى الحياه ظالمه؟ فهيخليك تخش في سكه كده هتبوظ لك قلبك. وده لا يتماشى ويتنافى مع قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلب سليم. فما تجيش تقول لي بقى ايه، لانك هتبقى بوظت المعادلتين، ولا منك ربحت دي ولا منك ربحت دي، فتطلع خسران كل الخسائر. فعشان كده بنقول لك ايه، لو انت ما عندكش القدره على الرضا بحاجه معينه انت عارف انها مش راضيك، تعمل ايه؟ موت نفسك. مش موت نفسك بس سعيا في ديت عشان هي دي اللي هتعيشك حياه مستقره خالص خالص، وانما يا عم عشان تبقى تحقق معادله مهمه جدا في قلبك اللي هي اسمها الرضا. طب لو ما موتش نفسي مفيش اي حاجه غلط، مش حرام. المشكله هتبقى فين؟ في التوابع اللي انا ذكرتها. هي دي المشكله بالنسبه لي. لكن ما دون ذلك انا ابني والله العظيم ولا يفرق معايا يخش كليه ايه. وهتفتكر انا بقول والله ما يفرق. ليه؟
مش عشان ما هو مش فارق عشان الماديات خالص، ده انا عشان الماديات اقول لك مش فارق، عشان انا عارف ان كله زي بعض. انا العبره مش بالكليه، الكليه مالهاش علاقه بالماديات اصلا، عشان كده مش فارق معايا ايا كان الكليه اللي هيخشها، مش فارق معايا. انا المهم عندي اربي فيه واعلمه حاجتين. رقم واحد، ان يبقى شخصيه صالحه مصلحه، لان هو هيتعامل مع ناس وهيتعامل مع المجتمع فمبقاش مضر للاخرين. رقم اتنين، ان يبقى انسان متعلم النضج، ان الذكاء في هذه الحياه والمكسب الدنيوي ان انت تبقى شاطر في حاجه ايه هي مش مهم، تبقى تعملها تبقى حريف. اعمل اي حاجه بس تعملها ايه؟ بحرفنه. تعملها بعد سنه بعد سنتين بعد 10 انا ما اعرفش هي ايه، مش مهم، لان ايا كان الكليه اللي هيخشها ايه في منه الالاف، في منه زي كتير قوي. فالثغره مش هنا، الثغره فين؟ شاور على اي حاجه وخشها، بس المهم هتخش حاجه تبقى لعيب فيها. معايا يا جماعه؟ هتعمل فكره، هتعمل مشروع تبقى لعيب فيه، مش ان انا والله هي الفكره هنا وانا بقى كده حققت كل ما عملت. فانا عشان كده بالنسبه لي انا لا يعنيني موضوع الكليه حتى مع عيالي، بس انا يعنيني ايه؟ نقطه مهمه، انت في النهايه عايش عشان تبقى انسان صالح مصلح، ولكن صالح مصلح دي يعني مفيد للاخرين. لو انت يا ابني هتبقى مفيد في الاخرين باي كليه، خلاص خش الكليه. طب انا هخش في الكليه ديت، ما هو هي مش بالاختيار، احنا مش قاعدين دلوقتي قدام مطعم تمام وانت مفتوح لك المنيو بتنقي، احنا مش بننقي، كل واحد بياخد على قدر حجمه. انا معايا فلوس داخل مطعم معين، الفلوس اللي معايا اقل من الوجبات اللي موجوده مش هطلبها، ليه؟ ده حجمي ودي حاجه ما تقللش مني، بس انا مش هذه الفئه. تقلل مني امتى؟ لما اقف قدام المطعم اعيط، لا كده انا تقلل مني بقى. ليه؟ لان دي مش بتاعتك. طب هتموت عليها، روح اشتغل زود فلوسك تعالى اشتري. ما انا مش قادر، لا مش قادر، يبقى انت كده انسان ساذج. هتخسر دي ودي، هتخسر كرامتك ومش هتجيب دي برضو، يعني برضو مش هتجيلك وهتخسر برضو. فعشان كده ثانويه عامه او ما تبقى منها انا شايف ان هي في المرحله دي لازم تسمع الكلام ده. انا مش فارق معايا، وانا لما بقول لك انا مش قصدي انا كمحمد صلاح، انا كطالب، وانا لو طالب مكانك هعمل كده والله. انا مش فارق معايا انهي اتجاه بالظبط وانهي كليه بالظبط. طب لا انا فارق معايا، يبقى تموت نفسك. مش فارق معايا، خلاص عادي. مين احسن مني؟ محدش احسن مني. محدش احسن منك، الله اعلم. انا بكلمك في الحياه ما اعرفش، لكن الله اعلم مين احسن منك عند ربنا، دي حاجه انا ما نعرفهاش. مفهوم يا جماعه؟ خلاص، فتاخد بالك من الحته ديت. عايز موت نفسك. موت نفسك ازاي؟ موت نفسك في كل اتجاه. وانت بتموت في نفسك في كل اتجاه ما تحسبهاش، لان دايما عندنا الحسبه العقلانيه، الحسبه العقلانيه المنطقيه في الارزاق. غلط ولا صح؟ غلط. مثال انا النهارده كل ما هو بيعتمد على الرزق لا يحسب بالمنطق. الدليل، هات يا عم حد كده شاب بياخد 8000 جنيه، بياخد 8000 جنيه، تلاقيه خايف يتجوز. خايف يتجوز ليه؟ يقول لك مش هتقضيني، مش هتقضيني. ليه مش هتقضيه؟ ليه؟ يقول لك تعالى بس استنى نتكلم الورقه والقلم. اول ما تلاقيه داخل عليا الورقه والقلم اعرف انه ايه؟ عنده حق. عنده حق بناء على عقله. فهو فعلا ما ينفعش يتجوز دلوقتي عشان فلوس ما نضجش. ففعلا لا استنى معايا. طب ليه بقى هو بيتكلم ازاي بالورقه والقلم؟ بص يا مستر، طلع منهم 50 جنيه مواصلات، راح الشغل جاب الشغل ده اقل حاجه لا، وطلع منهم يا استاذنا 50 جنيه فطار يوميا، وطلع منهم يا استاذنا، ما انا في ايام ما انا الشغل دلوقتي بيخبط معايا في غدا فهاكل. تمام يا عم، هاكل وجبه ب 100 جنيه، مع ان مفيش، هتغدى ب 100 جنيه، مع ان مفيش غدا ب 100 جنيه، بس هتغدى ب 100 جنيه. تمام. ويا استاذنا كمان قول لي هخرج مع اصحابي واجيب لسه في الشهر، قول لي يا عم خروجاتي بلبسي في الشهر كله ب 1500 يا عم، ب 1000 جنيه. انا بقى تعالى يا جماعه، تعالى ده في الشهر، تعالى نحسب يا مستر، تعالى نحسب دول كام يا عمنا؟ 1500. دول كام يا عمنا؟ 1500 في 30. دول كام يا عمنا؟ 3000. زود عليهم 1000 كده يا استاذنا، انا صرفت كام؟ صرفت 7. اتبقى لي من ال8 القبض بتاعي 1000. ينفع الجواز ده؟
الحسبه اللي حسبها تقول لا. انا عارف ناس متجوزه وعندها عيال بياخد 3000 جنيه. راجل متزوج عنده عيالين 3 بياخد 8000 جنيه. هتساله سؤال واحد نمشيها ازاي؟ هقول لك يا ابني ماشيه بالبركه. معرفش. طب ايه المعادله الغريبه؟ لان عندنا قاعده بتقول معادله الارزاق لا تقاس بالورقه والقلم. ليه؟ المنطق يخسرك. ده هتحسب المنطق هتطلع خسران، ولو حسبتها المنطق ما تشتغلش. عشان ما تفضلش تلعب لعبه ماذا لو هتحسب الورقه والقلم، خلاص ماشي مش هتقضيك. مفهوم يا جماعه؟ وكذلك الحياه، فما تقدرش تعمل ايه؟ اصل انا هحسب الورقه، اصل انا هشوف لو لحقت دلوقتي واللي بدا قبل كده، ولو انا بدات طب انا لو ذاكرت، طب انا اصل انا لو عملتها كده، اصل هي لو ما جتش. انت بتحسب الورقه والقلم؟ لا، هتطلع معاك خسران وما تذاكرش. فعشان كده دايما اللي بيجي لي بيقول لي طب استاذ ده لو انا ذاكرت دلوقتي وما لحقتش، اقول له خلاص ما تذاكرش. يقول لي طب ايه الحل؟ انت عايز ايه؟ ما انا لازم اقفلها لك، خلاص ما تذاكرش. ما انت النهارده بتحسب بالورقه والقلم، ما لهاش حسبه. وانما الحسبه ازاي؟ انت بتدوس وبتستعين. بدوس وبستعين بس خلاص. مفهوم يا جماعه؟ مفهوم؟ دي لازم تبقى قناعاتك، ده مش كلام تسمعه وخلاص. دي لازم تبقى قناعاتك، ده لازم يبقى قيمه، ده لازم تبقى انت مؤمن بيه عشان تعرف تعيش في هذه الحياه سعيد. ما تعيش منغص وخسران الاثنين. تمام؟ طيب ان شاء الله باذن الله نظام المراجعه بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟